أنا ليش ما كنت بعرف هاي الأكلة من قبل؟ يلا نعمل كاندي الليمون على طلب أحد المتابعات الحبيبات. بالبداية رح قطع الليمون لشرائح، وهلا بنشيل منه البذور. عم قطع الليمون الثاني واكتشفت إنه ما فيها بذور، فشكله واصلني نوعين ليمون، وأنا هذا اللي ما فيه بذور كتير بحبه. بيريحني من مرحلة شيل البذور. وهلا بدنا ننزلهم على المي المغلي ونغليهم 5 دقائق. يا جماعة الريحة يا إلهي. بعد 5 دقائق رح شيلهم من المي. هاي المي اللي غليتهم فيها أول مرة رح كبها وأرجع أغلي مي جديدة. غليت مي مرة تانية ورح أرجع أنزلهم عليها. ليش بنعمل هاي الحركة؟ مشان يروح المرار من القشر الأبيض بالليمون وبتخف الحموضة شوي. وهلا رح أغلي قطر ليدوب السكر فيه، بعدين بنزل عليه الليمونة. هون عندي كوب ونص سكر، رح نزل عليه كوبين مي. وأول ما يدوب السكر بنزل عليه الليمون. شوفوا الشغل كله على نار متوسطة، بتاخد تقريبا 10 دقايق. قبل ما يشد القطر بشوي منشيلها، وبس أخذ القشر هذا اللون الذهبي يعني صارت جاهزة. بصيني حطيت ورقة زبدة ورح نزل عليها الليمونات. شوفوا لي ما أحلاهم. اتركهم ينشفوا منيح وارجع لكم، يمكن ياخذوا يوم كامل. وهذا اليوم الثالث، اليوم لحتى حسيتهم نشفوا مزبوط، لونهم كتير حلو. لكم يفضل انه تتركوا فيهم البذور، حتى الصبي بعثت لي صورة تاركة فيه البذر، لانه لما شلت منهم البذور شوفوا كيف صار شكلهم فتحوا من هون، بينما لو ضل البذر وشلناه بعد ما جهزه بيكون افضل. اذا بتحبوا هيك اكله تاكلوها حامضه وانتوا عم تغلوهم بالقطر، حطوا للقطر شويه ملح ليمون، مو تكتروا كتير، شوي. وهلا صار وقت ندوق، يلا بسم الله. أنا محبين الليمون كتير كتير كتير، رح تحبوها. مم. ما فيها مرار أبد، فيها شوية حموضة، وبنصحكم فيها، رح يحبوها أولادكم كتير. شكرا كتير كتير للصبية اللي اقترحت علي هي الوصفة. نقلبها هيك. وبناكل. هلا اكتبوا لي كنتوا بتعرفوا هاي الأكلة من قبل ولا لا، ولا تنسوا تكتبوا لي بالتعليقات أكلات غريبة ما كتير العالم بتعرفها، مشان صورها ونزل لكم إياها فيديوهات.